عاجل وبشكل رسمي يعلن المدرب جراهام هانت القائمة الأساسية لمنتخبنا الوطني المتوجهة لخوض نهائيات كأس العالم اللي متكونة من 26 لاعب، وهاي القائمة. قبل كل شيء الحمد لله والشكر، إن شاء الله يا رب كل التوفيق لسود الرافدين وكل التوفيق لجراهام هانت وقراراته. أنا بس أحب أنوه على نقطة واحدة، دائما الظالم ينظلم. إحنا ظلمنا جراهام هانت بين قوسين، ظلم اللاعب داريو نامو. إحنا كملنا وراقه وركضنا عليه وجبناه بعد ما كان فرق خطوه بسيطه من تمثيل منتخب فنلندا، جبناه يمثل منتخب العراق. زين انت من ورطته وجبته، انت هنا ظلمته. شلون ظلمته؟ ظلمته هو مركزه يلعب مساك ايمن، انت من جبته ولعبته شبه يسار، شنو الفائده من يمها وشنو الغايه منها؟ زين هسه تقول لي انت مصطفى ضد المحلي، لا والله. حسين علي ومصطفى سعدون غير جيدين ويسببون مشاكل المنظومه الدفاعيه دائما بلعبات منتخبنا الوطني. حسين علي ومصطفى سعدون اثنيناتهم. زين انا من اريد اقارن او اريد اختبر لاعب غير اللعبه بمركزه، يعني اللاعب يلعب ظهير او قلب دفاع، انت لعبت له شبه شنو؟ زين انت لعبته فتره بسيطه، والله العظيم لمسه للكره جيد. هسه تقول لي مصطفى ويوسف النصراوي وغيره، لا، يوسف بعد صغير يقدر يمثل المنتخب العراقي بالايام القادمه، كوميلان يقدر يمثل المنتخب بالايام القادمه. زين انا تنويتي على داني نامو. ليش اظلم لاعب يا اخي؟ ليش؟ لاعب لعبه بمركزه اشوفه قدم كلها لبي، ما قدم الله وياه، غير اختبره بمركزه. على العموم انا بس حبيت انوه على النقطه. كل التوفيق لسود رافدين، ان شاء الله يا رب لعبتهم الخميس راح تكون هنا نقل بث مباشر على هاي القناه ان شاء الله. لا تنسونا توصلوا في مستقبلات كاس العالم، وان شاء الله خير.